بسلامة إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وصحة يا رب. سامحوني غبت عليكم برشا، كما تعرفوا رمضان القضية وتعب مع ولدي، ما لحقتش حتى باش نعمل فيديو. المهم اليوم جيتكم بوصفة اللي هي الدبلة التونسية والا نسموها ذوذن القاضي، بنة وهشاشة كما سمعتوا في أول فيديو. ومعناتها والمقادير نتاعها مضبوطة وتجيكم كيف ما تحبوا انتوما. باهي نبداو لهنا. بالنسبة للشحور باش نحط 2 كيسان سكر، عليهم كاس وربع ماء، وتحطوا هما دوبا ما يغليو تحطوا عليهم عصرة قارص، وتنجم تحطوا زي مغرفة ماء ورد ولا مغرفة ماء عطرشية. المهم كيما تشوفوا هنا غلي، باش نحط عليه عصرة قارص ونحسب 12 دقيقة ومن بعديك نطفي عليه. لازم الشحور ما يجيش خفيف برشا وميم طون ما يجيش عاقد برشا. كي يولي عندكم هكا خيط معناها متواصل كيما تشوفوا في هنا في صبعي، معناها راهو الشحورة متاعكم طاب واموره واضحة. بالنسبة للمقادير متاع وزين القاضية باش نعطيكم مقادير مضبوطة. لهنا تاخذوا 2 بيضات بحرارة الغرفة، تحطوا عليها 2 مغارف متاع ماكلة زبدة تكون ذابة، ماذا بيكم تستعملوا الزبدة خير من تستعملوا الزيت. مغرفة متاع ماكلة سكر، ورشة ملح، وتحطوا مغرفتين متاع ماء عطرشية، والا تحطوا 2 باكوات سكر فاني، اما راهو بالماء متاع العطرشية تجيكم ابن وخير. تخلطوهم مليح مليح وتخليوهم حتى يكشلين معناه يذوب السكر هذاك، ومن بعديك تزيدوا الفارينة. بالنسبة باش نعطيكم لهنا، على كل كعبة بيض تحطوا مغرفة متاع ماكلة زبدة ذايبة، مغرفة متاع ماكلة ماء عطرشية، وشترة متاع مغرفة ماكلة سكر. هذه معناها مقادير مضبوطة، و100 جرام فارينة. بالنسبة لهنا أنا حطيت كعبتين بيض، يعني باش نحط 200 جرام فارينة على كل كعبة بيض. ديما كما قلت لكم 100 جرام فارينة، مغرفة متاع ماكلة زبدة، مغرفة متاع ماكلة ماء عطرشية، وشترة مغرفة متاع ماكلة سكر. باهي لهنا باش نلم لمين، وحطيت لهنا نسيت ما صورتش ربع متاع مغرفة بيكربونات، والا ربع مغرفة قهوة خميرة حلويات، باش هكاك تجيكم فيها الفقاعات وتجيكم هشوشة بنينة. كما تشوفوا لهنا العجينة تكون طرية وما تتلصقش في نفس الوقت. تحلوها مليح بالنشاي، تحلوها جويدة على الاخر حتى تولي ترانسبارونت البات، وتقصوها شرايط. بالنسبة لي أنا لهنا قاستها بالعين. انتوما إذا كنت تحبوا الكعبات الكل يجوكم قد قد، إذا كنت تحبوهم كعبات صغار العرض يكون 5 سنتيمتر والطول 45 سنتي. إذا كنت تحبوهم كبار كما اللي يبيعوهم في لي باتيسوري، تعملوا العرض 5 سنتيمتر والطول 60 سنتيمتر، هكاك تجيكم الكعبة كبيرة كما اللي يبيعوها في الباتيسوري بالضبط. لهنا تحطوا كما شفتوا في الفيديو، تحطوا شوية من الشريط هذاك متاع العجينة في الفتحة هذيك متاع الفرشيطة، ويكون الزيت معناها يسخن على نار متوسطة، يكون معناها سخون ديجا. وتبداو بشوية بشوية كل مرة تدوروا شوية دوبا ما تبياض معناها البات تبياض وتعمل فقاعات، انت تقعد تدور حتى لين تكمل تروليها كعبة كاملة. وديما تحركوا ديكم في وسط الزيت، تو تشوفوني لهنا في الفيديو، باش هكاك الزيت يوصل للأطراف الكل. وديما نقولكم طيبوها على نار هادية باش هكاك ما تتحرق لكمش. بالنسبة للوصفة وزن القاضي وإلا الدبلة التونسية، راهي ديما معناتها تلقاوها موجودة في رمضان على الطاولة التونسية، ومكثرية ديما في رمضان معناتها تتواجد في المحلات والكل. في بلدة في الجزائر عندهم منها يسموها الخشخاش، ما نعرفش اسكو في المغرب عندهم ولا لا. في ليبيا في بلدة كيف يسموها الدبلة، مانيش عارفة اسكو يعملوها نفس الطريقة متاعنا ولا لا. المهم باش من بعد ما تقعدوش في الكومنتات تقولوا هذه متاعنا وهذه متاعنا، خاطر احنا المغرب العربي ما شاء الله نتشاركوا في برشا معنا برشا وصفات. كما شفتوا تقليوا الكعبات حتى لين يولي لونهم ذهبي مزيان، وتحطوهم هما سخونين في الشحور بارد، والا العكس هما باردين والشحور سخون، وتزينوهم بشويه فاكهه مهروشه والا جلجلين. تاكلوا صحه وبالشفاء. ان شاء الله عجبتكم الرسائل وان شاء الله تجربوها. في امان الله وبسلامه.